الكل بيسألني هل ربنا غضبان عليا عشان رزقي قليل أو متأخر؟ الإجابة هي لأ. رزقك مش مقياس لرضا ربنا، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الدليل. احنا رابطين الرزق دايما بالفلوس وبس، وعشان كده بنحس بضغط نفسي رهيب لو الدنيا ضاقت. بس الحقيقة ان في معلومة لو فهمتها هترتاح تماما. في فرق كبير بين الرزق والبركة. الرزق هو الرقم اللي مكتوب لك، والبركة هي أثر الرقم ده في حياتك. ممكن يكون واحد رزقه 1,000,000 جنيه بس مش مرتاح أو مريض، وممكن واحد رزقه 100 جنيه ومرتاح وقلبه مطمن وولاده بخير. ربنا بيقول في سورة الذاريات: وفي السماء رزقكم وما توعدون. القيمة اللي عايزك تعرفها النهاردة إن رزقك محجوز باسمك في السماء، مفيش حد يقدر يخطفه منك لا بذكاء ولا بشطارة. دورك مش إنك تخترع الرزق، دورك إنك تسعى بقلب مطمن، لأن السعي عبادة والنتيجة دي بتاعت صاحب الرزق سبحانه. اطمن اللي مكتوب لك هيجيلك في وقته الصح. المهم ما تخليش السعي ورا الرزق ينسيك الرزاق.